برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. أهلا بيكم مستمعي برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. معاكم بسمة سلام في برنامج فكرة أثرت فيا. المسؤولية كلمة أول ما بتتقال بتفكرك بالشغل اللي وراك ولسه مخلصش. المفروض إن كل واحد فينا عارف المسؤوليات اللي عليه تجاه المجتمع والشغل والدراسة والناس اللي حوالينا كمان، حتى ولو بالفطرة. وأكيد كلنا عانينا من الناس عديمة المسؤولية أشد المعاناة. لكن الفكرة اللي جات لي المرة دي، هل المسؤولية إني أعمل اللي المفروض عليا بس من مذاكرة أو شغل أو التزامات مادية واجتماعية؟ لقيت إن في مسؤولية مهمة وكبيرة منسية من ناس كتير، وتأثيرها خطير على الفرد في حد ذاته وعلى المجتمع ككل. هي مسؤولية الإنسان تجاه نفسه أولا. وفكرت كده، هل الواحد مننا مسؤول قدام المجتمع إنه يصلح نفسه دي؟ اتأكدت إنه أيوة مسؤول. ولقيت المسؤولية دي مقسومة نصين. النص الأولاني مسؤوليته إنه يظهر أحسن ما فيه ويحسن من أخلاقه عشان ما يكونش شخص مؤذي للي حواليه، سواء بقصد أو من غير قصد. والنص التاني هو اهتمام الإنسان بصحته النفسية والجسدية والروحية والعاطفية كمان، إنه يحب نفسه لذاتها لأنها صنع الرحمن، ويحميها وينميها ويطورها ويعلمها مهارات جديدة تكسبها الثقة والجمال والرقي. نيجي بقى للنص الأول من المسؤولية دي، مسؤولية الفرد قدام المجتمع إنه ما يكونش شخص مؤذي لغيره. دي مسؤولية مهمة جدا، إن كل واحد فينا يدور على عيوبه ويصلحها ويتغلب عليها، بدل ما يطلب من غيره إنه هو اللي يتأقلم على العيوب دي. ما ينفعش تجارب سيئة سببت لك جروح تخليك تجرح اللي حواليك وتطلب منهم إن هم يقبلوا ده لأنك مجروح، وساعات كمان بتطالبهم بالقبول بدون إبداء أسباب، لأنك حتى مش عارف تواجه التجارب دي أصلا ولا قادر تحلها. وده يودينا لنقطة مهمة، إن للأسف كتير مننا مش متخيل إن أسلوب نقاش أو بعض الكلمات أو التصرفات أو النقد المستمر أو كلمة أو نظرة أو حتى إشارة ممكن تهد إنسان وتعمل جواه شرخ كبير يدوم معاه لسنين، ولو معرفش يصلحه هيكون هو كمان مؤذي بالتبعية، وندخل في سلسلة ما بتنتهيش. عشان كده شجعتك إنك تواجه عيوبك ومشاكلك وتجاربك، مهمة جدا ليك ولغيرك مهما كان ده مؤلم. خليك صريح مع نفسك، لو ما قدرتش عليها اطلب المساعدة من دكتور أو لايف كوتش أو شخص حكيم وقريب منك في عيلتك، أو صديق مخلص بيخاف عليك حتى من نفسك. المهم إنك توصل وتمسك طرف الخيط عشان ما تكونش أنت التجربة السيئة في حياة حد طول عمره. طيب، والنص التاني بقى من المسؤولية دي، وهي الأهم من وجهة نظري، هو اهتمام الإنسان بنفسه لنفسه. ودي مش أنانية خالص، بالعكس، لأن الإنسان الأناني مؤذي لكل الناس وأولهم هو. لكن المقصود هنا هو حسن تربية النفس دي، وحسن التعامل معاها ومحاولة علاجها من أي تجارب مؤذية عشان تكون روحه في أبهى صورة ممكنة. كنت سمعت بنوتة جميلة بتقول، لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الروح دي وحب يكون لها تجربة بشرية، حطها جوه الجسم والنفس دول، وطلب منها حسن التعامل معاهم للمدة اللي يحددها هو سبحانه، وطلب منها ترويض النفس دي بصورة ما تكسرهاش، وإنها تحافظ على العقل والجسم بصورة تخليهم في أحسن شكل وأفضل إنتاجية. بمعنى تاني، إنه قصاد مسؤوليتنا تجاه الآخرين لازم ما ننساش مسؤوليتنا تجاه نفسنا. إزاي نساعدها ونحميها من غرايزها، إزاي نطورها ونحافظ عليها من الغرور، إزاي نقومها وإحنا بنرحمها، وإزاي نريحها ونبعدها عن الكسل، وإزاي نخليها أولوية أولى من غير لا كبر ولا أنانية، عشان لما كل واحد فينا يخرج ويتعامل مع باقي الناس يكون على قدر المستطاع إنسان سوي مريح داعم للي حواليه. وفي الختام أقدر أقول، إذا الإنسان تحمل مسؤولية نفسه وإصلاحها هيقدر بجد يكون إنسان مسؤول في المجتمع بصورة حقيقي نافعة، غير مستنفذة لذاته وطاقته، بالعكس بصورة كلها عطاء غير متناهي وإيجابية مشرقة. ودي كانت فكرة أثرت فيا. كان معاكم بسمة سلام. شكرا لكم مستمعي برونتو، دمتم في رعاية الله.